اليوم كيف ندير العشاء خفيف ظريف وقلت علاش ما نجربوش معاكم. المهم غنحتاجو هنايا الثومه. شوفوا صبعي كيفاش هذا راه ماشي صبعي كامل، هذا راه غير شايطه. المهم الثومه البنات، المقادير الاخرى الملحه، الخرطوم، البزار، شويه د الكمون والسكينجبير، مطيشه بصله، الكفته البنات، و استغفر الله مطيشه ديال الحك. تابعوا معايا الطريقه. المهم البنات انا خديت بصيله شلطتها بهذه الطريقه مربعات صغيره، وغادي ناخذ مطيشه صغيره. انا تقريبا استعملت غير النص ديالها حيت غادي ندير مطيشه ديال الحك، فقطعته بحال هكا مربعات صغيره. صافي اكتفيت بالنص وحده باش ما تجيش حامضه. المهم انا خديت الكميله ديالي، درت فيها الزيت روميه، وزدت عليها حتى الزيت البلديه وخليتها تسخن شويه. درت عليها البصله ديالي وخليتها تحمر حتى كتاخذ ليا داك اللون الذهبي، غير كتدبل البنات ماشي تحمر. صافي هنا غادي نرمي البصله ونحركها وغنخليها طيب على راحتها. شوفوا كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نبدا نحرك فيها واحد شويه حتى تاخذ تذهب ليا ونغطيها نخليها تدبل، وعاد نرمي عليها باقي المكونات. صافي غنبقى نحرك فيها بحال هكا ونغطيها نخليها حتى تدبل. المهم صافي هنا البنات حليت عليها، حركتها واحد شويه هنايا، غير شويه الكفته البنات ما تكثروش بزاف، غير كانت عندكم غير شويه هي اللي نخدموا بها. انا زدت على الكفته الثومه صافي، وزدت هذيك نص مطيشه اللي قطعتها وحركت هكا، وعاد زدت عليهم التوابل كامله اللي هي ملحه، شويه د الكمون والبزار تحمير، عفوا البزار والخرقوم، وشويه ديال السكينجبير. وهنايا زدت عليهم مطيشه ديال الحك وخلطت داكشي مزيان مزيان وخليته كيتقلى واحد شويه. هنا راه دازت واحد دقيقه هكاك هو كيتقلى يا البنات. هنايا حركتها بحال هكا وخليتها تقلات داك شويه، وصافي دابا غادي نكب عليها الماء. تقريبا البنات انا استعملت يطرو ديال الماء. صافي البنات هنا دابا غادي ندير الماء، غليته البنات الماء طايب. صافي وغادي نكبو وصافي نخليها هكا حتى يغلي داك الماء واحد شويه، وعاد ندير عليه الشوفان. المهم صافي هنا بانت ليا بلي ناقصه شويه ما حمراش بزاف، غادي نزيدو هذاك اللي بقى ليا من مطيشه ديال الحك غادي نزيدو. صافي راه عينكم ميزانكم البنات. ايوا صافي البنات هنايا راني زدتو داك شويه اللي بقى، وصافي غادي نحرك بحال هكا وغادي ندير عليه الشوفان يطيب. تقريبا البنات الشوفان ما كياخذش بزاف ديال الوقت، انا خدا معايا 10 دقائق. انا عندي هاد الشوفان دغيا كيوجد وزوين صراحه، حبته غليظه وزوين، كيجي بحال هنا واحد الاكله هنا في السعوديه كيقولوا جريش. المهم صافي البنات هنا غادي نبدا نكب الشوفان ديالي وغنستعن بهذا الخلاط اليدوي. غادي نكب باش ما يتلاصقش ليا مع بعضياته ويتعجن. كنديرو كنحرك، كنكب وكنحرك هكا بداك الطراب حتى كيتطلق ليا. صافي ملي كنوقف هكا ما كنبقاش نكب، صافي كنخليه على راحته يطيب. انا كنقص عليه حتى لحد وكنحسب ليه ربع ساعه كيكون واجد معايا. صافي البنات حركته بحال هكذا وخليته يغلي على راحته.
تقريبا راه قلت لكم خدا مني 15 دقيقه، حيت انا ناقصه عليه البوطه حتى لحد. وعلى حسب عاوتاني النوعيه ديال الشوفان. المهم انا هذا اللي عندي ما كياخذش الوقت. صافي نغطي عليه ونخليه يطيب على راحته. هانتوما البنات شوفوا الشوربه كيفاش كتجي ما شاء الله. هنا راه طابت وانتم كتجي ثقيله وزوينه، راه كتجي بحال البلبوله ديال المطيشه بحال هكاك. ايوا صافي هنا غادي نكبها معاكم باش تشوفوا كيفاش كتجي القوام ديالها. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي، وراه كتجي بنينه البنات وصحيه. والمهم هذا ما كان، انا شاركت معكم عشايا. الى وصلتوا حتى هنا ما تنساوش ابوني ولايك وكومونتير، ومع السلامه.